مرحبا بكم في رحلة غامضة تأخذنا عبر الزمن والمحيطات لنكتشف أسطورتين من أروع حكايات الغموض والسحر في تاريخ البشرية. اليوم سنحلق بخيالنا شمالاً نحو أطلانتس الشمال، تلك الجزيرة الأسطورية التي أبهرت البحارة وحيرت العلماء، والمليئة بالقوى السحرية والألغاز التي ما زالت تحيط بها. ثم ننطلق إلى عالم القراصنة وأساطيرهم لنسبر أغوار جزيرة الكنز، حيث القراصنة وخباياهم وكنوزهم التي تقال إنها تنتظر من يكتشفها حتى الآن. فهل أنتم مستعدون للغوص في أعماق هذه الأسرار؟ لنبدأ الآن. يقال إن شمال المحيط الأطلسي يخفي جزيرة غامضة اختفت بمرور الزمن ولم يعد أحد قادراً على الوصول إليها. أسطورة أطلانتس الشمال بدأت منذ مئات السنين، عندما زعم بعض البحارة أنهم رأوا جزيرة تتلألأ تحت شمس الشمال محاطة بضباب كثيف، وصفوها كأرض ساحرة تعج بالنباتات الغريبة ومياه نقية مشعة تشبه البلور. لكن هذه الرحلات كانت دائما غامضة، فقد كان من يذهب إلى هناك لا يعود أبدا، أو يعود وقد فقد ذاكرته بالكامل، غير قادر على تذكر أي شيء عن رحلته. فما سر هذه الجزيرة؟ بعض النظريات تقول إنها محمية بحقل مغناطيسي قوي لدرجة أن أجهزة الملاحة تعجز عن العمل هناك، بينما يعتقد آخرون أن الجزيرة تختفي بفضل نوع من السحر أو القوى التي تحجبها عن أنظار الناس. لكن الأساطير تتجاوز ذلك، فتصفها بأنها أرض من الذهب والكنوز، وأن البحارة الذين ضلوا طريقهم هناك قد حوصروا إلى الأبد، أو ربما انضموا إلى سكان الجزيرة الذين يقال إنهم يمتلكون قدرات خارقة. ومع مرور الزمن أصبحت أطلانتس الشمال أسطورة تتوارثها الأجيال، ولكنها ألهمت المستكشفين والمغامرين عبر العصور، فكانت موضوعاً خصباً للبحث عن الحقيقة في مواجهة المجهول. ولكن هل يمكن أن تكون الجزيرة حقيقية، أم أنها مجرد خيال أضفي عليه لمسات من السحر والغموض؟ والآن ننتقل إلى أسطورة أخرى لا تقل إثارة، ولكنها تأتي من عالم مختلف، عالم القراصنة والمغامرات البحرية. إنها قصة جزيرة الكنز. نعم، قصص الكنوز المدفونة وخرائط القراصنة التي تحمل مفاتيح الكنوز الخفية التي تقود إلى ثروات لا حصر لها. أحد أبرز هؤلاء القراصنة هو الكابتن كيد، القرصان الشهير الذي يقال إنه دفن كنوزه في جزيرة غامضة، وزعم البعض أن من يحاول الوصول إليها يكون مصيره أسود، حيث تنتظره لعنة الكنوز التي قد تدفع حياته ثمناً للطمع. رغم مرور القرون، إلا أن جزيرة الكنز لا تزال تثير فضول المغامرين الذين يأتون بخرائط قديمة ومعتقدين أنهم سيجدون تلك الكنوز التي تكون أحياناً كابوساً يطاردهم. فهل يكون الطمع سبباً لهذه اللعنة؟ ربما. فهذه الأساطير حول القراصنة وكنوزهم لا تقتصر على الثروات المادية فقط، بل تحمل معاني أعمق تمتد إلى رغبة الإنسان في التحدي والمخاطرة في سبيل البحث عن ما لا يعرف. فالكنوز رغم أنها قد تكون مدفونة تحت الأرض أو في أعماق البحار، تجسد رغبة الإنسان في البحث عن الشيء الثمين الذي لا يقدر بثمن. يتعدد الرواه وتتنوع النهايات، فبعضهم يقول إنه لا يوجد كنز حقيقي، وأن الأسطورة هي فقط لجذب المغامرين، وبعضهم يزعم أنه قد وجد دلائل وآثاراً تثبت وجود هذه الثروات المخفية. لكن مهما كانت الحقيقة، يبقى للكنوز والمغامرات جاذبية خاصة تلهم الناس وتحفزهم على التحدي والبحث عن المجهول. في النهاية، سواء كنا نتحدث عن أطلانتس الشمال أو جزيرة الكنز، تبقى تلك الأساطير محط فضول البشر على مر العصور، تأخذ بخيالنا إلى عوالم بعيدة وتذكرنا بقدرتنا على حل الألغاز والتحدي. قد لا نجد تلك الجزائر والكنوز، ولكن الرحلة نفسها هي الجائزة الحقيقية، فهي تذكرنا بأن الدنيا مليئة بالألغاز والمجهول الذي ينتظر أن يكتشف